بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من قهوه فايق. وحشتونا كتير جدا جدا. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب في افضل صحه وافضل حال يا رب، ودايما في امن وفي امان ان شاء الله. باذن الله رجعنا لكم بعد اجازه العيد بالبرنامج بتاعنا. ولكن عزيزي المشاهد اينما كنت استعد، لانه ان شاء الله باذن الله عندنا فيرجن جديده بشكل ان شاء الله باذن الله هيكون ينال اعجابكم. مع انطلاقه كاس العالم من يوم 9 ان شاء الله باذن الله هنبقى في فايق في المونديال، برنامجنا ان شاء الله باذن الله الجديد اللي هيبقى بيتكلم عن بطوله كاس العالم ومنتخبنا الوطني اللي معلقين عليه امال كبيره جدا جدا. وعاركني يا بيه من دلوقتي، عاركني اهو، انا بقول لك اهو، انا ببتدي اهو بسم الله الرحمن الرحيم. عاركني يا بيه، احنا معديين من دور المجموعات باذنك يا رب. يعني اللي عايز يقول حاجه يقول، انا من دلوقتي بقول لك اهو دور المجموعات معديين منه. نتكلم بقى من دور 32 نشوف ايه اللي هيحصل، بس تعالى لي بقى وقتها. ده كده بقول لك اهو، انا بحط اهو اللي بالفينجر برنت، حلوه الفينجر برنت دي، انا بحط البصمه اهي اهي من دلوقتي اهو. طب سجل يا تاريخ، معديين دور المجموعات باذنك يا رب مع الكابتن حسام حسن ومع منتخب مصر. وما تسالنيش انا جايب التفاؤل منين، انا ما اعرفش، بس انا عندي احساس ان ده هيحصل ان شاء الله باذن الله. فهيبقى عندنا تغطيه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله كبيره جدا جدا تنال اعجابكم. وكمان اقول لكم على حاجه لطيفه جدا، يعني يوميا هبقى موجود مع حضراتكم. معرفش دي حاجه هتبسطكم قوي على حسب هل دي حاجه هتبسطكم قوي او لا. بس طول كاس العالم انا كل يوم موجود معانا. انا قاطع تيكت وقاعد هنا اهو، مش رايح في حته لا يمين ولا شمال. ناكل سوا ونشرب سوا ونقعد بقى احنا قاعدين. وبقى كمان هيبقى عندنا فقرات تحكيميه وفي شغل عالي بقى. انا مش عايز احرق بس الكلام اللي عندي، سيبها بقى للسسبنس والانتكشن في الانتن يوم 9 واحنا بنقول بقى. عندنا حاجات حلوه قوي هتتبسطوا بيها قوي ان شاء الله. احنا بنقول حاجات ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا حاجات حلوه. ف لعل الفتره دي تكون فتره خير ان شاء الله باذن الله بالنسبه لمنتخبنا الوطني، وفتره تطور كبير نشوف فيها حاجه كويسه للمنتخب. طيب نخش في التفاصيل، نخش في الديتيلز بقى. ابتدي بالاهلي، لان الاهلي فيه تغييرات كتيره جدا حصلت خلال الايام اللي فاتت. تم الاعلان رسميا عن كل الاسماء، شفتوا الناس اللي تم توجيه الشكر ليهم والناس اللي جت. عايز اخص بالذكر مثلا كابتن وليد سليمان. كابتن وليد عمل شغل كبير في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، الاهلي وجه له الشكر وثمن جهوده. وليد طبعا حضراتكم عارفين انه نشرف انه من ضمن فريق البرنامج هنا، ونعلم مدى اخلاصه وحبه للنادي الاهلي. هو خلاص الفتره دي انتهت في النادي الاهلي، والاهلي دايما بيقابل ما قام به وليد سليمان بنوع كبير جدا جدا من التقدير الشديد جدا جدا. ما لا يعلمه الكثير، يعني ما لا يعلمه الكثير عن شكل العلاقه اللي بقت موجوده في النادي الاهلي، انه كابتن سيد عبد الحفيظ عارف ينزل الناس منازلهم ويقدرهم كويس. فقعد مع وليد سليمان واتكلم معاه وشكره جدا 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 على الفتره اللي فاتت. وكان في نوع من انواع التقدير الكبير قوي تحديدا للكابتن وليد سليمان، لان الاهلي عارف انه ده كادر بتاعه. ممكن يغيب شويه بس راجع تاني، يعني ممكن يبقى بس تتغير الاماكن، يبقى في حته بعدين يرجع، بس هو موجود. ده من اللي الاهلي بيستثمر فيه وبيبني فيه. عادل مصطفى نفس الشيء، عادل من الناس الشاطره جدا جدا في الشغلانه، كتوم وراجل بيحب شغلانته. وربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله ايام ما يكون ايه المرحله اللي جايه. ايضا كمان كابتن وليد صلاح الدين انتهت مهمته كمدير للكره بما له وما عليه خلال هذه الفتره. هي فتره كانت صعبه الحقيقه، كل فتره كانت صعبه جدا جدا، بالتاكيد كان لازم يكون ليها انعكاسات بشكل او باخر على مساله اداره الكره. لكن اتخيل ان الراجل قدم مجهود كبير خلال الفتره ديت. التغييرات اللي حاصله بالناس اللي جايه ما تقللش خالص من جهود الناس اللي كانت موجوده. لما بيجي واحد زي كابتن وائل جمعه، وائل جمعه عنده المحرره بتاعت الاهلي، عنده الحته دي، عنده الجين بتاع الاهلي، وعنده القدره الاداريه في النادي الاهلي، وعملها مع منتخب مصر وعملها قبل كده مع النادي الاهلي، وراجع تاني يبقى موجود في النادي الاهلي. فبتمنى له كل التوفيق. شخصيه حازمه وحاسمه وعنده امانه وعنده كمان قدره. الاثنين مهمين قوي، لما تبقى امين وعندك قدره وعادل. العدل مهم قوي يا جماعه في الحته دي تحديدا. كمان الواحد داخل على مرحله مهمه جدا، مرحله دايما تصويب وتصحيح المسار في الانديه الكبيره اللي زي النادي الاهلي. بتبقى مرحله صعبه جدا جدا وفيها من التعقيدات. زي ما قلت لحضراتكم، دكتور عصام سراج جاي مدير تعاقدات، هو بالفعل تم الاعلان عنه رسمي.
شخصيه ناجحه جدا جدا، مش يعني مش ابن النهارده، هو الراجل في الشغلانه بقاله كتير جدا جدا، سواء في النادي الاهلي، بعدين راح المقصه، بعدين راح وزاره الشباب والرياضه، بعدين قعد فتره كبيره جدا جدا في وزاره الشباب والرياضه، اتحاد الكوره، وبعدين بيرجع تاني يبقى موجود مره تانيه في النادي الاهلي. عنده رحله من النجاحات وشخصيه منظمه جدا جدا يعني. كلهم شخصيات ناجحه بسم الله ما شاء الله. طيب ما الذي سيحدث خلال الفتره المقبله؟ واحد، ترب خلاص انتهت قصته. البعض كان بيقول لك انه ترب خلص بس المعاونين بتوعه ما خلصوش. لا لا، ترب خلص، هو المعاونين بتاعه، هو الراجل الرقم اللي هو بياخده هو الرقم بتاعه، هو رقم داخله فلوس بقيه معاونين، المساعدين بتوعه والمدربين اللي موجودين معاه. الاهلي اصر رغم ان هو مخلص مع ترب، لكن الاهلي اصر لا يا باشا، مش كل مره بقى، ما هو انا لازم اتعلم من اخطائي، ما حصلت في ريبيرو وانا اتعورت، مش هعديها بقى تاني. فراح قال لك لا يا باشا، هاتهم نفر نافر نافر، نفر يا باشا، يمضي ويقول شكرا، يمضي ويخالص، يمضي ويخالص. فكلهم خلصوا، كلهم خلصوا، فاتعملت التسويه، الراجل تمام والمعاونين بتوعه تمام، عشان بس ما يبقاش ايه، يجي لي واحد بقى يقوم لافف من الناحيه الثانيه ويقول لك لا اصل انا ما اخدتش، اصل هو اخد، اصل هو عمل، اصل هو لا يا باشا، كله على عينك يا تاجر. الاهلي قال لك على عينك يا تاجر، كله يمضي كله يخلص. فالاهلي خلص كل شيء يتعلق بالمعاونين بتوع توربو. دي نقطه برضو من النقاط المهمه عشان البعض كان قد تطرق اليها. طيب ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه؟ الاهلي قرر انه هيبقى عنده سقف تعاقدات. قال لك يا باشا السلام عليكم، كل من هو انتهى التعاقدات وهيتم عمل عقود جديده او هيجدد له او هيتمدد له، عشان عندك حالات كده، في حالات تجديد وفي حالات تمديد، هناك سقف للتعاقد. فسقف التعاقد كام؟ قال لك يا باشا 2025، ده اخر حاجه، ده الرقم 2025. ولكن مع ال 2025 انا بعمل لك بونص، ابو 25 بعمل له بونص 15، ابو 20 اعمل له بونص 8، ابو 15 اعمل له بونص كام؟ 4. بونص يعني ايه؟ حوافز. يعني ايه حوافز؟ تجيب بطولة افريقيا، تجيب بطولة الدوري، تجيب السوبر، تجيب الكاس، تجيب الحاجات دي، تاخد الفلوس ديت. فدي متغيرات. ثابتك ده، متغيراتك ده، انت عرفت اللي ليك، انت عرفت اللي عليك. طيب تعال نطبق ده بقى عملي على الاسماء. فنروح لحسين الشحات. حسين اتقعد معاه كابتن سيد عبد الحفيظ، قعد معاه وتم مناقشته في الرقم بتاع ابو 2025 مع الحوافز. انسى خالص بقى موضوع شركه الكره ده دلوقتي خالص، ما تحطوش في بالك، انا هجي لك فيه. انساه خالص، اللي فات انساه، عشان هفهمك ايه اللي بيحصل بعد كده. فدي حوافز، احنا ما جبناش سيره الكوره، سيره شركه الكوره. فالاهلي قال له يا باشا طب خلاص، انت كابتن سيد قال له ده الرقم اللي موجود عندنا. حلو كده. طيب حسين بيقول انه عنده عروض بارقام كبيره جدا جدا حقيقه، على حسب ما انا ما سمعت، وصلتني المعلومه يعني. انا اتكلمت مع حسين عشان بس ابقى امين يعني، وعارف انه الرقم اللي كلمني فيه ده رقم كبير جدا، عروض من احد الانديه ايضا العربيه. فعنده رقم كبير، الجاب كبير، عشان برضو نبقى الجاب كبير جدا جدا ما بين ده وما بين ده، الجاب كبير. بس اللي انا عارفه انه حسين شاري الاهلي، حتى ولو الرقم ممكن يقرب، بس هو شاري، هو عايز يبقى موجود في الاهلي. انا بقول والله على ما اقوله شهيد، دي مكالمه بيني وما بين الراجل يعني. ف طيب ايه اللي هيحصل؟ في قعده هتحصل ما بين الاهلي وما بين حسين الشحات، مش هيحصل فيها جديد، يعني مش هيحصل فيها جديد من حيث الرقم المعروض، ممكن يزيد حته بسيطه بس في اطار السقف، في اطار السقف اللي هو ايه، لو 20 هيبقى 25، مفيش حد هيزيد عن 25، مفيش. هتقول لي كوكا، هقول لك برضو نفس القصه، نفس الرقم، نفس الحاجه. طب ليه الاهلي بيعمل كده؟ قال لك يا باشا خلاص انتهى اللي فات ده، انا اللي فات ده انا لازم اصلحه، اللي فات ده انا لازم اصلحه، وما عنديش وسيله تانية، فهصلحه بالشكل ده. اي حد بيجدد، اي حد بيمدد، ده الرقم بتاعي. هو بيقول لك انا احب ان اللعيبه دي تكمل معايا، بس خلاص لو مش هيتناسب ده، خلاص براحتك، انا مش هقدر اعمل حاجه اما يكون هو الاسم. كوكا ينطبق عليه نفس الموضوع، ويبقى دي الحاله بتاعت حسين وبتاعت كوكا. مصطفى شوبير، طب ايه الحاله؟ مصطفى قال لهم لا يا جماعه سيبوني، انا كاس عالم، بعد كاس العالم نتكلم مع بعض. لا سمع ارقام ولا طلب ارقام، لا سمع ارقام ولا طلب ارقام، قال لهم يا جماعه انا بعد كاس العالم نتكلم. فالاهلي حس انه مصطفى ممكن يكون عينه على الاحتراف الخارجي، والراجل حقه، الراجل عنده عروض، في ناس بتكلمه، عنده وكالات بتكلمه، فحقه برضه. بص شاب وصغير ما شاء الله، ماشي بشكل كويس جدا جدا في حراسه المرمى، ليه لا لما تجيله فرصه للاحتراف ما يفكرش فيها؟ فالاهلي حس بكده، فبدا يعمل
مفاوضات مع انديه عشان يبقى عنده حارس. فاظن ان الاهلي بيتحرك في محمد علاء حارس الجونه، لو انا فاكر كويس، علشان يكون موجود يامن الحته دي فيما اذا مصطفى جاله عرض كبير ما من اوروبا. ماشي كده. فده ما يتعلق بالجزء. طب انت قاعد بقى دلوقتي تقول لي طب يا باشا انت دلوقتي جاي تقول لي انا بقول لك معلومات، انا ما جيتش، انا ما حطيتش التاتش بتاعي خلاص. انا دلوقتي ما بقولكش، ما قلتلكش تعقيبي، انا عمال ارص لك معلومه، ارص لك في معلومات. طب هتيجي تقول لي طب والله، طب ما انت جاي تقول لي كذا كذا كذا، طب ما انت معلومتك ناقصه يا باشا. طب والاباء الاكابر بقى اللي بياخدوا فلوس كتير دول ما ايه بقى يعني؟ دولت هنعمل لهم سقف ونمشي حسين وبتاع، واللي فوق بقى نعمل ايه؟ طيب لا يا سيدي، ادي لك المعلومه كلها كامله اهي. الاكابر اللي بياخدوا فلوس كتير الاهلي هيقعد معاهم وهيطلب طلب واضح وصريح انه يتم تخفيض الارقام، تخفيض العقود، تخفيض العقود. والاهلي بيقول لك انا مش هفترض اي سوء نوايا، انا دي لعيبتي وبتحبني هم في احتراف، انا مش هوصل اكيد للرقم بتاع ان انا هنزل اللعيبه دي اوصل لل 25، بس هتبقى نسبه وتناسب. بس ما فيش حد عقده مش هينزل بالتراضي، لان هو ما يقدرش يجبر حد في الاول وفي الاخر. برضه انت لازم تفهم الحته دي حته، هو مش هيقدر يجبر حد، يعني مش هيقدر يقول له بص غصب عنك لازم تعمل. هيقعد ويتكلم ويتفاهم وادي واحنا وبنحاول وبنعمل وبنسوي. فكل واحد هينزل، المفروض ان الاهلي هيحط رينج ثابت شبه ثابت للناس اللي هتنزل ارقامهم. في سيناريوهات تانية بس انا ما احبش ان انا اقولها يعني، او بمعنى اصح ما اتخيلش ان هي ممكن تحصل، انه اذا لا قدر الله حد رفض ايه اللي ممكن يحصل؟ طب لا طب خلاص روح شوف عليك عرض، طب لا ولا في عرض كويس ولا مناسب، لا خلاص بقى خليك قاعد جنبي على الدكه، انت كده بتخسر من نسبه المشاركه. دي امور انا ما اظنش ان هي الاهلي عمره ما هيوصل فيها مع اللعيبه بتاعته، لكنه انا بشرح لك كده الرؤيه. طيب تقدر تاخد العنوان الكبير والعريض، الاطار اللي الاهلي رايح فيه اللي هو ايه؟ هناك سقف للتعاقدات، هناك مش رغبة ولا محاولة، هناك تصميم كبير داخل إدارة النادي الأهلي على أن تتم وتعود الأمور إلى نصابها الصحيح. فئات هنتعب شوية بس السنة دي، بس بعد كده يبقى في فئات. أنا لما أطلع السنة اللي بعديها خلاص معروف أنا عندي فئة أولى، عندي فئة تانية، عندي فئة تالتة بس. فالهرج والمرج اللي حصل مش هيحصل تاني. طب ده في ميزة إيه؟ هو إن الأهلي معترف إن عنده مشكلة، ان الاهلي معترف ان انا عندي مشكله، عندي مشكله خلاص. يعني الاهلي ايه؟ ولا خبى ولا دايره ولا قال لك لا واحنا ما عندناش مشكله واحنا وبتاع، واللي جاي عايز ياخد اللي هو عايزه، واحنا مين قال لكم ان احنا كنا؟ لا لا لا, لا. هم عارفين ان اللي حصل كان صعب جدا جدا، دفع ثمنه الاهلي كله في المشوار اللي حصل خلال السنه اللي فاتت. وده طبيعي. دايما اقول لك ايه؟ ما هو انت لازم تتعلم من اخطاء، لازم تغلط عشان تتعلم من اخطائك عشان تصوب عشان تبقى احسن. ما انت مش تفضل طول عمرك بتمشي صح، مش طول عمرك بتعمل الحاجه ولما تعمل حاجه غلط تبقى الحاجه الغلط اللي انت بتعملها انت شايفها صح، برضه مش هينفع. انت في الاول بتتكلم سفينه كبيره قوي، دي مركب كبيره جدا، مركب النادي الاهلي. طيب المدير الفني المفروض خلال 48 72 ساعه يتم الاعلان عن اسمه. مش هخش في الخناقه بتاعت الاسماء، بس انا عارف ناس، عارف ناس، وعارف ان هو مش هيخرج منه، بس انا مش هخش في الخناقه بتاعت الاسماء دي، لانه شوف ناس كتير ركبت الوزه واتزحلقت في موضوع تراب. انتوا لو انتوا فاكرين في ناس اتفسحت راحت، وانا الحمد لله ما بركبش الوزه، لا بركب الوزه ولا ما بركبهاش في موضوع المعلومه دي. فاتقل عليا ادي لك فايده احسن، بدل ما اقول لك ايه مش هيخرج من الثلاث اربع اسماء، اتقل عليا على الاقل لما يبقى اتنين ما بينهم الموضوع، وان كنت اظن ان في واحد فرصه اكبر بكتير جدا من اي حد تاني. بس عشان انا مش عايز ارمي كل حاجه دلوقتي، اتك على الصبر، بقول لك ايه، الرز يستوي ماشي. ده فيما يتعلق باسم المدير الفني، لكن مش هاخد وقت يعني، ما اخرها يعني اسبوع، اخرها يعني، بس مش هيوصل لده كمان ماشي. ده فيما يتعلق باسم المدير الفني الاجنبي القادم، اجنبي هو اللي هيبقى موجود في النادي الاهلي. طيب نقفل ملف الاهلي، نقفل صفحه الاهلي، نفتح صفحه نادي الزمالك. الزمالك فايز ببطوله الدوري الحمد لله. الحمد لله احنا برنامج بيعرف يعمل دوره كويس جدا جدا جدا، زي ما الاهلي فاز ببطولات وهنينا الاهلي وعملنا احتفاليات، وهيفضل ده طول العمر. ايه يقولوا بقى اللي يقولوه، يعملوا اللي يعملوه، الناس تقول لك اصل لا ده اصل ده اهلاوي، لا اصل ده اصل زملكاوي. عملنا احتفاليه الزمالك بقى ابراهيم فايق زملكاوي، عملنا احتفاليه للاهلي ابراهيم فايق بقى اهلاوي، عملنا مش عارف صور لايه، انا تمام، انا واخد على كده تمام. بس في الاول وفي الاخر انا عارف كويس انه هي دي الشغلانه. المنتصر دائما
بيبقى سعيد وجمهوره فرحان، واللي بيخسر بيبقى زعلان ومتضايق، ومن حقه ان هو يبقى عنده نوع من انواع العاطفه. الجمهور دايما لا يلام على عواطفه على الاطلاق. اللي عايز اقوله، الزمالك بعد كل ده حصلت له مشكله غريبه جدا جدا، انا اشوفها غريبه قوي، غريبه، وابص كده وانا ابص على المشكله، ابص على جمهور الزمالك يصعب عليا قوي. يعني البطوله دي اصلا بطوله جمهور الزمالك، يعني يعني بطوله الدوري بتاعت جمهور الزمالك، يعني لاخر العمر، لاخر العمر هتفضل البطوله بتاعت 25 26 دي بطوله جمهور نادي الزمالك. فبص على جمهور الزمالك اللي هو عمل كل حاجه، بعدين تبص على القصه بتاعت صلاح مصدق، غريبه جدا جدا. هقول لك اخر تداعياتها وبعدين اعقب لك عليها. اخر تداعياتها انه في شبه توافق ما بين الزمالك وما بين محامي صلاح مصدق، اللي هو ايه، اخر رجلك يا عم شويه، هو كده كده في مهله علشان يبعت للناس في الفيفا، اخر رجلك يا عم شويه عشان احنا هنعمل تسويه، فلما نعمل التسويه احنا نبعت ونقول لهم ان احنا سوينا معاك وخلصنا، فانت كمان تبعت تعضد الكلام ده كله وتقول ان هم سووا معاك، فما نتعرضش للمشكله بتاعه الايقاف التاديبي. سيبك طبعا بقى من الكلام اللي حصل وانه لا ما حصلش ولا وبتاع، وفي ناس بقى غريبه جدا جدا تشوفها تقول لك ايه، لا يا كلام ده كلام فاضي، مين قال لك ان ده حصل؟ بعدين هو يقول لك بالنسبه للناس اللي كانت بتقول انه ده كلام فاضي، الناس دي بتقول كده ازاي؟ ده اصلا حصل. هو اصلا انت بتقعد تشوف الاثنين كده وبتبقى مستغرب، هو الكلام ده بيحصل ازاي يا جماعه؟ ده هو نفس في نفس الفريم في نفس اليوم يعني هم يومين 24 ساعه، يومين 48 ساعه ولا ايه؟ ف سيبك من القصه دي، سيبك من القصه ديت والمشكله اللي حصلت والناس ما بقتش فاهمه طب مين الصح ومين الغلط ومين الصح ومين الغلط. الحقيقه برضو انه هنا لابد من الاشاره لعمر عمايره، لانه راجل في الاول وفي الاخر قال معلومه صح. لازم الناس عامر العمايره، الراجل قال معلومه صح 100% مظبوطه دقيقه جدا جدا جدا، الناس قاعده تقول فيه معلومه دقيقه. طيب ارجع تاني للموضوع، فقال لك ايه، صلاح مصدق هيحصل نوع من انواع انه المحامي بتاعه في توافق ما بين الزمالك وما بين المحامي بتاعه، تقل رجلك شويه ندي لك التسويه نخلص معاك، تبعت نقوم مخلصين. طيب اتمنى ان شاء الله باذن الله ان ده اللي يحصل، لانه لا اتمنى ابدا للزمالك المصيري اللي هيبقى ممكن، يعني اللي هو الامور التصاعديه ديت. ولكن من الامانه هنا ان احنا نقول زي ما جمهور نادي الزمالك عمل اللي عليه وهو ملوش ذنب في اي حاجه من اللي بتحصل، زي ما الناس المفروض كانت تعمل اللي عليها برضه. ما هو برضه مش منطقي يا جماعه واحد كل اللي كان له عند نادي الزمالك $62,000 مش عارف دفع منهم بتاع حوالي 20 فبقى $41,000، رقم عادي جدا يدفع. يعني $41,000 هل يضلع احد داخل مجلس اداره نادي الزمالك اللي بسم الله ما شاء الله جواه ناس كتير اكابر واشاوس ومعاهم ورجال اعمال وفي محبين بره وفي كذا، هل ده يضلع حد من مجلس الاداره؟ طب ليه ما حدش ساعتها يا جماعه قال في $41,000 يدفعهم وخلص؟ خلص بقى يعني ادفعهم واخلص. انت النهارده ال 41 ولا ال 62 على ده او ده وصلوا كام النهارده؟ نادي الزمالك هيدفعهم كام النهارده؟ ايوه سمعني، $800,000. يعني كان بايدي ادفع 61 ولا $40,000، فانا مش حد تاني، انا ما دفعتهمش، الراجل راح اشتكاني بيهم، فانا مش حد تاني هدفع 800. بص الرقم عامل ازاي. ف جمهور نادي الزمالك بص للموضوع اللي هو طب يا جماعه احنا نعمل لكم ايه تاني اكتر من كده؟ طب ده احنا صابرين، احنا عملنا كل حاجه، فانت جاي دلوقتي ليه مش واخد بالك من الحته دي تحديدا؟ فليه الامانه لا، دي غلطه كبيره، دي غلطه من الاخطاء الكبيره جدا جدا اللي لازم ياخدوا بالهم. زي ما كنا بنتكلم اهو، الاهلي فيه اخطاء، الناس معترفه، قال لك بقى احنا غلطنا يا باشا، غلطنا في تورب وغلطنا في ريبيرو وغلطنا في فلان غلطنا في صياغه العقود، غلطنا في كذا وبنتعلم وهنعمل وبتاع. انت شايف ده في الاخبار وشايف ده في البيان اللي طالع، عشان بس ما حدش يقول لك اصل هو بيقول هنا يا باشا انا بقول اللي ليه ولا عليا. الموضوع سهل وبسيط. ف ما ذنبوش حاجه كان جمهور الزمالك انه يتعرض لهذا الضغط العصبي الكبير بعد المجهود الكبير اللي بذله مع الفريق وفاز ببطوله الدوري، فهو مستني ان هو يرتاح نفسيا. ريحوا جمهور نادي الزمالك شويه يا جماعه، ريحوه شويه، يعني ريحوه شويه من الضغط العصبي. يعني ما اشوفش الناس في الشارع كل شويه تقابلني يعني هلعب افريقيا ولا لا، يعني انا هيعملوا ايه معانا ايه في الوقف؟ فاللي هو انا عايز ابص له كده اللي هو يعني لا حول ولا قوه الا بالله، وانت يا ابني مكتوب عليك شقه حبيبي، انت لسه كسبان بطوله الدوري، المفروض اللي زيك ابقى فرحان ومبسوط.
فليه الضغط النفسي اللي انا حاطط فيه الجمهور؟ ما هو الجمهور بقى مستني ايه؟ انا فزت ببطوله الدوري، ادفع، رفعنا الايقاف، الدنيا بقى المفروض تبقى احسن، نجيب لنا اللعيبه اللي احنا محتاجينهم، المجموعه اللي احنا محتاجين، نحافظ على الناشئين بتوعنا، نكبر الفرقه بتاعتنا، نشوف امورنا تمشي ازاي، نعمل فتره اعداد كويسه. فهو يحس ان هو اخذ نفسه، لكن هو مضغوط 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 مضغوط، لسه كسبان بطوله الدوري، رحت ضغطه في صلاح مصدق، فالناس بقى اللي هو ايه. فاتمنى انه مثل هكذا مشاكل ياخدوا بالهم منها في نادي الزمالك. بعد الفاصل خلوني استقبل ضيوفنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا. مش قبل اي حاجه بس نقول لعم حسن، عم حسن احنا باركنا لك صح؟ الحمد لله. طب الدنيا زبادي خلاط. الحمد لله. ورقصت وعملت وقلت كل اللي نفسك فيه. نبتدي بقى موسم جديد مع منتخب مصر باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يعني احنا عندنا شهر بقى ان شاء الله باذن الله كاس العالم للمنتخب باذن الله. هاخد دلوقتي توقعاتك. ازيك يا درش؟ عامل ايه؟ بص بقى على الهوا بقى. يا سلام يا سلام يا سلام. الحمد لله السلام. الله يسلمك ويحفظك. بس انت فاجئتني. لا انت لسه شايفني دلوقتي؟ لا عسل يا درش. طب ايه الاخبار؟ الدنيا تمام؟ في نعمه والله الحمد لله. زبادي خلاط كله 100 100 حلوه يعني الحمد لله. طيب المنتخب هيعمل ايه؟ ان شاء الله زي ما انت قلت كده التوفيق بتاعك ده في محله. هنعدي المرحله دي ان شاء الله في دور المجموعات، هنعدي الدور الاول 100 100 ان شاء الله. بس برضه في فرقه برضه احنا كل عمال يقول فرقه سهله. نيوزيلندا دي مش سهله جدا، فيها لعيبه جامده جدا. مفيش ماتش في كاس العالم سهل. بس مفيش هو احنا ما نجاريهمش برضه يا كابتن. يعني نمشي الماتش. يعني مثلا بلجيكا مثلا ما نقعدش نهاجمها، نعمل توازن. ماشي. مش نخش احنا لا احنا ماتش بلجيكا ده انا واثق ان المنتخب هيكسب ان شاء الله. هو ان شاء الله يكسب بس خد من عمك حسن. خد من عمك حسن، انا اشتريت منه كتير وبتطلع معاه صح. ماشي. بقول لك خد من عمك حسن ما تاخدش من مصطفى. لا نتمنى يا كابتن والله. بس احنا ايه نبقى في نحكم العقل. ماشي نمسك العقل. صح كده. نمسك العقل. ماشي على بركه الله. واحنا عندنا لعيبه جامده يعني مش قليله. عندنا احسن من احسن لعيبه في مرموش وصلاح من الناس بيلعبوا في انديه جامده يعني. انتوا وحشتوني والحمد لله على السلامه. دايما يا رب مع بعض وحجه مقبوله يا كابتن. يا رب اللهم امين. ودايما يا رب مع بعض ودايما ناجحين مع بعض يا رب دايما يا رب باذن الله. عايزين نبقى ان شاء الله نعمل كلنا مع بعض كده، نروح نتفرج على فيلم 7 دوجز عشان خاطر نحافظ على القهوه ونحافظ على القوام. لا انا كنت كابتن. ثانيه واحده بس عم حسن بس ان شاء الله باذن الله ناخد الفرقه دي كلها. احنا كلنا طالعين كلنا الرحله 7 دوجز كلنا طالعين. اقول لحضرتك حاجه. انا رحت الايفنت بتاع مع المستشار اللي في الهرم. انا كنت هناك. ماشي تمام. لا ما انا بتكلم على الفيلم. عشان نحافظ على قهوتنا حبيبتنا. نطلع كلنا عشان بس نبقى متفقين. خلاص عشان الدنيا تبقى ماشيه. نروح الصبح على طول. زبادي خلاط ان شاء الله باذن الله. طيب بعد الفاصل عزيزي المشاهد اينما كنت خليك معانا، ونجومنا الكبار واساطيرنا هيكونوا مشرفينا في قهوه فايق بعد الفاصل، فخليكم معانا. أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نرحب بأساطيرنا ونجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا النهارده في هذه الأمسية الكروية. كابتننا الكبير وأسطورة مصر والنادي الأهلي كابتن مصطفى عبده. كابتن مصطفى مساء الجمال والشياكة. ازيك يا هيما؟ أخبار حضرتك إيه؟ أولا حجة مبرور يا رب اللهم آمين. يا رب يتقبل منك كده ومننا جميعا يا رب اللهم آمين. كل سنة وأنت طيب. ما شفناكش من ساعة ربنا يبارك لي في عمرك يا رب ويحميك يا كابتن مصطفى. ومنور الدنيا. وإن شاء الله بإذن الله على عرفة كلنا إن شاء الله بإذن الله مع بعض السنة الجاية. ربنا يوعدنا إن شاء الله بإذن الله. يا رب يجمعنا جميعا يا رب اللهم امين. كابتننا الكبير نجم مصر ونادي الزمالك كابتن اسماعيل يوسف. يا كابتن اسماعيل اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا تجانا. ربنا يخليك يا اخبارك ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. مبرور وذنب مغفور. اللهم امين يا رب جميعا يا رب. كابتننا الكبير نجم مصر ونادي الزمالك كابتن اسامه نبيه. كابتن اسامه مساء الجمال. كابتن ابراهيم منور الدنيا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وربنا تقبل منك صالح الاعمال. اللهم امين يا رب جميعا. ناقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضري. يا استاذ احمد اهلا وسهلا بيك. الحمد لله على السلامه. منور الدنيا. حج مبرور يا رب اللهم امين. ناقدنا الرياضي الكبير استاذ ابراهيم المنيسي. يا استاذ ابراهيم مساء الجمال. مساء الفل يا حاج والحمد لله على السلامه. الله يسعدك. والله لقب حلو. طبعا تاخد عليه بس. ايوه تمام. يعني هو تمام ان هو جالي في الاربعينات يعني تمام. ربنا يا رب يتقبل يا رب. بيسلم على الناس كلها دلوقتي. حج مبرور. مطلع طاقيه وسبحه ولا حاجه. وشويه بخور. والله انتم مشرفينا ومنورينا. ربنا يخليك. وعايز اقول لكم ان البرنامج ده بيزداد قيمه بوجود حضراتكم. ولو الناس بتحبنا ولو الناس بتقدرنا فبتقدرنا عشان الاسماء الكبيره اللي موجوده فيه، عشان تقديركم واحترامكم للناس. دايما بتشرف بوجود حضراتكم معايا، ودايما بحس انه احنا
اسره وبيت وعيله طبعا. في اي نجاح بننجحه سوا، فان شاء الله باذن الله مكملين مع بعض ان شاء الله باذن الله مواسم كتير جايه حلوه، وعندنا كاس العالم كمان هنعمل فيه شويه شغل حلوين ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن مصطفى، خليني اسال حضرتك ما رايك فيما حدث في النادي الاهلي من تغييرات في الفتره الاخيره؟ احنا بنتكلم على كابتن وائل جمعه مدير كرة، بنتكلم على كابتن عصام سراج او الدكتور عصام سراج مديرا للتعاقدات، يسترب خلاص مشي، الاهلي هيجيب مدرب جديد، في سياسه للتعاقدات، في سيستم واضح ان الاهلي داخل على مرحله لتصحيح المسار. بس مش جديد يا ابراهيم. انت عندك احنا النادي، بتكلم عن النادي الاهلي، بيحرق كوادر كبيره قوي ونجوم كبيره. بيحرق طبعا. يعني انت كان عندك هاني رمزي قبل كده، وبعدين محمد يوسف شلته من هنا حطيته هنا، شلت من هنا جبت هنا، الحاجات دي كلها بتتحسب طبعا، وبتحرق نجوم كوادر انت محتاجها بعد كده. فيعني اللي حصل ده شيء طبيعي اللي بيحصل. ان يعني ده بالعكس، انا بقى اقدر اقول ان ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ نجحوا بنسبه كبيره جدا، ان قدروا يلموا الموضوع كله بعد الفجوه اللي حصلت السنه اللي فاتت، سواء من مدرب على قده. انا كنت بختلف مع بعض الناس اللي يقول لك ايه، النادي الاهلي جاب نجوم كتيره قوي وعلى اسم النادي الاهلي ومش النادي الاهلي، انما النادي الاهلي جاب لعيبه ما كناش نحلم ان تبقى موجوده عندنا في النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي جاب النجوم دي كان لازم يجيب مدرب على مستوى عالي جدا. تفتكر انت هنا معاك مرتين ثلاثه اتكلمنا عن المدرب، قلت لك مدرب على قده. لو النادي الاهلي، وهدي مثلا جوزيه لما كان معاه بركات ومعاه ابو تريكه ومعاه محمد شوقي ومعاه النجوم الكبيره دي، كان معاه وائل جمعه، قدر يسيطر عليهم. انما مع الاخ تروب ده، مع احترامي ليه وكويس قوي، احنا بنشكر ياسين منصور وسيد ان عرفوا يتخلصوا منه. والله العظيم بكلمك جد يا ابراهيم، ده كان كابوس بالنسبه لنا. الراجل لازق غريب، كابوس. طب انت مين اللي دخل في التعاقد ومين اللي عمل الحاجات دي كلها؟ ما الحاجات دي كلها لازم وتعرف مين المدرب اللي جاي. وبعد الناس يقول لك لازم يكون مدرب اجنبي. انا في وجهه نظري اللي قلتها معاك هنا، قلت لك الفتره دي محتاجه مدرب مصري، لان انت ما عندكش وقت. اللعيبه في كاس العالم، هترجع من كاس العالم هتعمل معسكر فين وهتعمل ايه والكلام ده كله. مدرب مصري لازم يعمل. الاهلي عنده اكتر من عرضه، عنده عرضين بالمناسبه في موضوع المعسكرات دي، اعتقد عنده من اسبانيا والنمسا، وعنده من النمسا او من هولندا لو انا فاكر صح، بس اغلب الظن هو معسكر اسبانيا هو اللي هيتم الاتفاق عليه. يعني اعتقد ممكن يكون يعني الاهلي يخلص في قصه اسبانيا ديت. طيب الكابتن اسماعيل برضو نفس القصه، بسالك على هنتكلم كلنا في نفس الموضوع، هنتكلم في نفس القصه المتعلقه بالاهلي والتغييرات اللي حصلت في النادي الاهلي مع نهايه موسم وبدايه موسم جديد، كيف تراها وبالتالي انعكاس ده على المنافسه؟ تغييرات منطقيه. يعني النادي الاهلي طبعا وجود وائل جمعه كمدير كوره طبعا اسم كبير وشخصيه، والنادي الاهلي بيحاول يسد الثغرات اللي شافها الموسم اللي فات. طبعا. واعتقد ان في لائحه جديده هتتعمل، وفي توأمه مع قطاع الناشئين في اياكس امستردام، دي من احسن المدارس التدريبيه بالنسبه للصغار. يعني القطاع طبعا، يعني فدي هتدي انطباع ان النادي الاهلي بيخطط للسنوات القادمه. فطبعا انا شايف ان الموسم اللي جاي هيبقى صعب جدا علينا احنا الزمالك. طبعا. لو ما نظمناش نفسنا بدري وحلينا المشاكل اللي احنا فيها بقى لنا فتره، ما لحقناش نلحق نفرح بالدوري. مستغرب ما لحقناش. وعلى فكره هي المشاكل ووقف القيد ده من بدايه السنه اللي فاتت، مش السنه دي يعني. طبعا. ف 18 قضيه كان ممكن ربع المبلغ اللي مطلوب دلوقتي كان ممكن يتسدد لو اتسدد في وقتها. بما فيهم يمكن ابراهيم عنداي كان طلع معاك في زوم وقال انا ماليش فلوس مع نادي الزمالك. يعني انا مش متصور ان ازاي حد من المجلس او مدير التعاقدات الجديد اسمه محمد متولي لسه جاي السنه دي، ووصل لتسويات كتيره جدا مع لعيبه، بس مين اللي بيسدد؟ مش هو بقى، مش هو. يعني مجلس الاداره لازم. وانت انا كنت بتكلم فيها يا كابتن اسماعيل، صلاح مصدق مش كان له $40,000 في الاول وفي الاخر؟ انت رايح تدفعهم $800,000. ما هو ده المشكله. هو راح طلبك. ايوه هو راح طلبك في المحكمه ب $800,000. ازاي نستنى من هل دي فوائد ولا عقده كله؟ لا عنده 40,000. لا كتير قوي. ما خدوش.
مشكله كبيره يعني لازم تتحل في الفتره اللي جايه دي. ضروري مجلس اداره مسؤوليه كامله عن ان هو انا اللي صعبان عليا اللي كنت القرار. بتكلم فيه برضو الضغطه اللي محطوط فيها جمهور الزمالك. هو يعني ما لحقش يفرح الجمهور. انا ما لحقتش وكان- ولسه بقول ايه، هاخد نفسي واشوف بقى هو هيعمل معاه ايه الموسم الجاي، فلاقي نفسي ما كملتش. هو المفروض تاني يوم الفوز بالدوري مجلس الاداره يجتمع مع جون ومع الجهاز الفني. طب بنخطط ايه السنه الجايه؟ طب احنا دلوقتي احنا معانا كذا، نقدر نسدد كذا، يبقى في حتى هذه اللحظه ما قعدوش مع بعض بعد لحد الدوري. دلوقتي من بعد الدوري. آه. والوقت بيخشوا كاس العالم جاي، فهتبقى في مشاكل مستني لاخر لحظه. في ناس طبعا بتتصرف من خارج النادي بدون ذكر اسامي، ناس كان ليهم ايادي بيضاء مع الفرقه. بس انا دور مجلس الاداره ايه؟ هو ده اللي انا بس انا ما بهاجمهمش، لكن بقول ان احنا بنستنى لاخر لحظه عشان نحل، ونستنى بدل ما تحل ب 10 جنيه بتحل ب 1000. صح. طيب كابتن اسامه، برضو بسالك عن نفس القصه بتاعت نادي الزمالك دي، شايفها ازاي من وجهه نظرك؟ والله يعني كل يوم بالذات صعوبة الحقيقة يا إبراهيم. يعني احنا دايما بنتحط في مواقف لا نحسد عليها، لكن خلينا ناخد نقطة من أول السطر. هنفضل عندنا مشاكل، أيوه. المشاكل دي هتفضل مستمرة، أيوه. خلاص أنت عندك إيه تقدر تقدمه؟ مجلس الإدارة عندك إيه تقدمه؟ جون إدوار عندك حاجة تانية؟ أنت تقريبا وصلت لو احنا اتفقنا ان انتوا وصلتوا البيك اللي هو نهائي الكونفدراليه وما كانش فيها توفيق، وخدت الدوري العام اللي هو اشرس بطوله موجوده في مصر يعني. فانت النهارده وصلت للبيك، ما بعد البيك ده انت هتقدر تعمل ايه؟ لان اي بيك بتوصل له يا ابراهيم بيحصل فيها هبوط حاد. فانت اوريدي عندك المقومات وعندك المشاكل بتاعه الهبوط الحاد ده بسرعه الصاروخ. يعني لو نرجع لكلامك مع الكابتن مصطفى على موضوع النادي الاهلي، هل التغييرات اللي حصلت في النادي الاهلي دي معناها ان انا شاورت على اكتر من فرد في المنظومه هم كانوا اسباب رئيسيه، بس في ناس يعني ظلمت في الموضوع. يعني في ناس في العناصر، كابتن مصطفى مثلا يقول لك ان انت ما جبتش مدير الفني الكفء اللي يدور المجموعه دي كده. النهارده واحد زي وليد صلاح الدين النهارده بتوجه له الشكر، عادل مصطفى بتوجه له الشكر، اللي هو وليد. ما انا بقول وليد صلاح الدين، وليد سليمان وليد سليمان. طيب خلينا نيجي من تحت كده من عند وليد سليمان يا مثلا يا ابراهيم. معلش هتطرق لموضوع النادي الاهلي. لا عادي، احنا بنتكلم ما ده مش اهلي وزمالك، احنا قاعدين قاعده كوره، بنتكلم في كل حاجه في الكوره. هنيجي مثلا من تحت، مثلا لما تيجي تشوف وليد سليمان هتلاقي قطاع الناشئين كله في النادي الاهلي حصل على كل البطولات في النادي الاهلي. فهل وليد سليمان بقى عليه علامه استفهام في النجاح والفشل؟ طب دي واحد. بس خد بالك من نقطه، عشان انا وليد يمكن اكتر حاجه انا عارف الاهلي ينظر الى وليد نظره مختلفه تماما، انه كادر بتاعهم. أيوة. وانه متربي تربيه النادي الاهلي. ممكن المرحله ديت هو مش موجود في الحته دي، لكن هو قريب من العين وقريب من الايد. طيب معنى ان انت يعني وليد ده قريب، يعني في اي وقت هتلاقي الاهلي بس معنى موجود في المنصب. تغييرات انت حطيته في اطار المشاكل اللي حصلت في النادي الاهلي كان من اسبابها دول. الناس هتفهم كده كمان، صح كده يا كابتن؟ مثلا فدورنا احنا نوضح ان هو مش مدير كده. التعاقدات، جبت مدير تعاقدات، انت تمام، دي حته فيها قلق، حته فيها قلق بتقدر تعملها. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان هل الناس دي انت النهارده حطيتها في اطار ووجهت لهم الشكر؟ هل الناس دي فشلت؟ هل الناس دي انت مش شرط تكون فشلت، بس ما يعني ما حصلش توفيق في المجموعه يعني كلها، النهارده وليد صلاح بقيمته مثلا هل هو نجح؟ ما انت لو وفرت جنب منه مدير فني كفء، الراجل ده هيمشي معاك ويكسر الدنيا. طبعا. اللي انا عايز اقوله يا ابراهيم ان مش معنى ان احنا بنرتب معنى ان احنا نخسر كوادر يا كابتن مصطفى. زي كده مثلا النهارده الناس والظاهر دلوقتي، الاستاذ ابراهيم موجود، الاستاذ احمد يقول لك ان الظاهر دلوقتي ان الناس خسرت دول. هتقول لي انت خسرناهم بشكل مؤقت، لا خسر هاني رمزي بشكل دائم، خسر فلان بشكل دائم، الله عايز اقوله لك نادي الزمالك، نرجع لنادي الزمالك اللي احنا بنتكلم عليه. انت عندك ايه تقدمه جديد؟ جون ادوار ومعتمد جمال قاموا بالواجب وزياده، والجمهور صح؟ طبعا. وقبل ده كله الكفر بتاعنا الكبير اللي هو بيغطينا وبيحمينا وبيدينا كلنا الدفعه والثقه، الجمهور. احنا هم الناس قدمت اوراق اعتمادهم. اوراق الاعتماد بقى الثانيه اللي لازم يكون فيها حلول، دي حلول مجلس. انت يا ابراهيم ما عندكش 6 شهور وهترمي الفوطه ويجي مجلس يشيل اللي ورا منك وهكذا. انت لسه عندك 1.5 سنة. انت في ال1.5 سنة دي هتعمل فيها ايه؟ ايه الحلول اللي موجوده عندك؟ حل بسيط، انت ايدك متكتفه دلوقتي على مثلا، شفت لقاء انا لنائب رئيس النادي حسسنا ان احنا كلنا متكتفين، صح كده؟ كان عندنا مشاكل. خلاص وفر بقى، اعمل قطاع لنادي الزمالك اللي انت بيه نجحت وخدت بيه بطوله واثنين وثلاثه
على مدار 5 سنين اللي فاتوا اللي هو القطاع الناشئين. ارجع بقى لورا خطوات زي ما انت مثلا في الانترو قلت ان النادي الاهلي بيعمل سقف للرواتب، دي حاجه عظيمه. فكل واحد عنده مشاكله. انت نادي الزمالك عندك ايه من الحلول؟ الحلول دي هتكون من خلال مجلس في حد بينفض مراتب او حاجه وبيرزع في حاجه جنب القهوه جنب القهوه ده ايه يا جماعه ده؟ انا بس انا اوكي بيقولوا لي ده فاير ووركس في حفله كبيره بس للدرجه دي يعني ما شاء الله. ده انا حاسس ان في حد ماسك مرتبه وبينفضها على باب الاستوديو عمال اقول طب هيسكت دلوقتي طب مش عارف بقى خلي الناس تتبسط بس مش على حساب الله صح ده صوت. اسمع ما تتكلمش لان كل ما بنتكلم بيزيد طيب هاخد من كلام حضرتك كابتن اسامه لانك تطرقت لنقط كتير جدا وهرجع تاني للنادي الاهلي في الجزئيه بتاعه التغييرات. هل ترى ما راه الكابتن مصطفى والكابتن اسامه انه قد يكون البعض يتخيل انه تشاور على المجموعه ديت ان المجموعه ديت هي سبب في اللي حصل السنه اللي فاتت في النادي الاهلي، ولا هي تغييرات من باب اعاده ترتيب الامور مره اخرى ودول ممكن يبقى ليهم ادوار ثانيه في وقت من الاوقات؟ خلينا اعرف من حضرتك. شوف مبدئيا احنا خلينا نقول ان الاهلي وفر للجهاز ده افضل حاجه اتوفرت من سنين ماشي من حيث الكواليتي بتاع اللعيبه. انت لاول مره عندك زي ما كابتن مصطفى قال لعيبه ما كنتش منتظر انها تيجي بالشكل بس نحلم تبقى موجوده ولكن المردود انه الراجل يستر حقق تقريبا اسوأ مردود حصل من سنين طويله. ده حقيقي. الراجل ده قاد الاهلي في 36 مباراه في كل البطولات نجح بنسبه 50%. ولا 50%. 18 مباراه مكسب فقط و9 تعادل و9 هزيمه. فانت متخيل 18 مباراه ما فزتش فيها نتيجه فده مردود لا يليق ابدا بحجم وامكانيات اللعيبه الموجوده او ارقامهم. حتى المجلس او النادي اول حد اعترف ان انا عندي مشكله وقال ان احنا جاري التعامل ده بيان رسمي ده بيان رسمي يعني. جاري التعامل معاه الاهلي بقى جاري التعامل معاه. كابتن سيد والاستاذ ياسين منصور خدوا وقت كافي في دراسه الوضع ايه اللي وصلك للمردود السلبي قوي ده. انا شايف ان القرارات اللي طلعت امبارح تعكس التشخيص اللي حصل. انك اول حاجه عندك مشكله على مستوى الكوتش فاستغنيت عن الراجل حتى لو الكلفه عاليه ماشي انما ما يكملش فقعدت معاه وخلصت. وكويس ان انت قطعت دابر الامر بحيث لا يروح يشتكي ولا يعمل وعملت مخالصه. انا ما اعرفش بس لو عندك المعلومه هل الاستاذ ياسين منصور دفع من جيبه حاجه؟ ما عنديش معلومه بتجيبه لكن اللي اعلن ده النادي اللي خلص. ماشي واخد بالك انت خلصت على موضوع المدير الفني تماما. ماشي. كون ان انت بقى تستهدف بقيه التغييرات مش تقليلا من وليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين كان ممكن جدا في ظروف او مع تجربه افضل ينجح احسن من كده بكتير. أيوة. وخلينا نقول ان باستمرار مدير الكره في الاهلي والمدير الفني ملنكين مع بعض قوي. ده حقيقي. وائل جمعه انت جايبه هو عنده سابق تجربه 2014 ل 2015 كمدير كوره سنه واحده والظروف بتاعتها ما خدمتهوش انه ينجح برغم كفاءته وكان عنده تجربه برضه مع كيروش في المنتخب. ايوه فانت شاورت على المدير الفني مدير الكرة وطبعا عادل مصطفى واحد من المدربين الواعدين جدا. بس انت خلاص انت بتجيب جهاز جديد فالجهاز الجديد اللي هيجي الراجل برجالته فانت مش هتقدر تفرض عليه حد. الجزئيتين اللي اهم من بعض او الثلاثه اكبر مشكله عندك في الفتره الاخيره التعاقدات وصياغه العقود واللي فيها. مظبوط. وده كويس ان انت استهدفت دي ورحت جايب عصام سراج للجزئيه ديت عشان انت شايف انه جزء كبير من المشاكل جاي من المنطقه ديت. ولازم الناس تفهم ان مدير التعاقدات مش من شأن اختيار اللعيبه. طبعا مدير التعاقدات هي انا بروح اقول له هات لي ابراهيم فايق بقى برافو عليك يا استاذ احمد هات لي ابراهيم فايق بدل ما اجيبه ب 10 اجيبه ب 8 بس خلاص. بدل ما امضيه سنتين امضيه 3. ايوه ما ده بقى السكاوتنج تيم دلوقتي. لا مدير الفني هو اللي بيقول انا عاوز اللعيب الفلان لان هو اللي بيشوف وهو اللي هيتحاسب بعد كده. الاصل مش شرط مش شرط. الاصل يا كابتن انه المدير الرياضي بيبقى عنده فيجن معينه وترشيحات من اداره سكاوتنج. ايوه وترشيحات فبيروح يعرض عليه بيقول له والله احنا عندنا 3 مرشحين للفرود فانت اختار. هو بيديله حريه الاختيار بين 3 بين 4
وفقا للامكانيات بتاعه النادي ووفقا لامكانيات اللعيبه، ده برضو يعني عشان ايوه صح. فانت بتغير اداره التعاقدات عشان شفت ان فيها مشكله كبيره. غيرت اداره السكاوتنج لان انت شفت ان انت في اكتر من استخدام ما كانش بالكفاءه اللي انت عايزها. فبالتالي بدات تتعامل بفكر مختلف سواء على مستوى السكاوتنج في الداخل والكشافين اللي انت عايز تشتغل بيهم. لان خد بالك الاداره دي هيبقى فيها ناس كتيره مش معلنين. جزء من شغلهم ان هم يبدا يبص لك. الفكر اختلف كمان في النقطه الثالثه والمهمه، قطاع الناشئين. وليد سليمان عمل واحده من افضل التجارب في ال10 15 سنه في قطاع الناشئين. ده حقيقي. على مستوى مش البطولات، لان البطولات في الناشئين خادعه شويه. ان انت تاخد 4 بطولات من 5 بطولات حاجه هايله، مش مستوى. بس خد بالك على مستوى النوعيه اللي انت افرزتها. لاول مره الاهلي يطلع من عنده 5 6 شباب على انديه بره. صحيح. اعلاهم برشلونه. صحيح. عندك برشلونه على النهارده صحيفه او صحيفه سبورت الكتالونيه قالت ان حمزه هيدخل، انه هانز فليك بيفكر انه حمزه يكون موجود يدخل فتره الاعداد معاهم. كل منتخبات الناشئين والكابتن اسامه كان واحد منهم، كل المدربين بتوعهم في السنه ديت والسنتين اللي فاتوا العدد الاكبر كان من ولاد النادي الاهلي لغايه المنتخب بتاع الكابتن حسين عبد اللطيف. اذا انت لما كل منتخب من الناشئين يبقى فيه 6 7 8 من فرقه واحده، يبقى عندك قطاع حي منتج كويس. على مستوى البطولات عندك تفوق واخد 4 من 5. برافو عليك والله. فده انصاف للناس اللي اشتغلت. لا ووليد الحقيقه ولكن برضو. انا هنا بقت في رؤيه مختلفه. الرؤيه المختلفه ان انت عايز تستخدم تجربه اجنبيه في فكر جديد للتعامل مع القطاع بشكل مختلف. اشوف انه وليد سليمان نجاحه ما قللش منه التغيير، لكن اتفق معاك في جزئيه وليد يستحق يكون موجود في اكتر من مكان. ومن الصدف الغريبه انا امبارح بكلمه عشان اسلم عليه، لقيته في مطار برشلونه راكب وجاي. ايوه. انت بتعمل ايه في برشلونه؟ بياخد ماجستير. ايوه حصل. كان بيكرم بياخد درجه ماجستير في الاداره من برشلونه. فكادر مهم عامل جدا. اكتر من حاجه. انا قابلته لانه كان معاه في الحج الحقيقه. واتبسطت جدا من ان هو بيطور نفسه. والعجله على نفسه. ايوه العجله بتاعته ماشيه شغاله على نفسه كويس قوي. فانت كويس ان انت في فتره معينه خد خبره كويسه في السنتين 3 اللي في القطاع. اذا كانت الرؤيه ان انت رايح لفكره مختلفه بعقليه اجنبيه فليكن، لكن ده ما يقللش من حجم الناس اللي اشتغلت. اكيد تستحق الشكر. في حاجه بس هيما اقولها، ان ليه احنا واخدينها مشاوره ان هم اسباب النقص او اسباب القصور. لا، هو سياسه عامه بتاعت رؤيه اختلفت ورؤيه اختلفت. فبيجيب ناس ويحط ناس. كابتن وائل جمعه كان من فتره موجود ورجع تاني. ايوه. وليد ممكن يرجع تاني، وليد صلاح يرجع تاني، مفيش مشكله. خصوصا ان انا بتكلم عليهم ولاد النادي الاهلي. ولاد نادي الزمالك لو مشيت بكره مفيش مشكله. مش معنى كده ان انا فاشل. هو نفسه الكابتن جمال مشي ورجع عادي. ايوه. واحنا كلنا كباتن كلنا يعني احنا قاعدين النهارده ممكن نبص يعني. لا كابتن اسماعيل موجود في المدربين الاجانب. كابتن اسامه راجع تاني. المدربين الاجانب تجانا، ما هو مانويل جوزيه من رجع مشي في 2001 ورجع كسر الدنيا. بالظبط. طيب استاذ احمد برضو خليني اسالك عطفا على الكلام اللي كنا بنقوله في موضوع صلاح مصدق، انت شايف ان القصه هتتحل ولا لا؟ انا عارف ان انت برضو بتتكلم بصفتك الصحفيه مع مجلس الاداره وعارف برضو ايه اللي بتضحك عليها. طيب ماشي. بص يا حاج ابراهيم، انا اقول لك حاج ابراهيم الحاجه والله ده مش هقول لك غير الحاج والله ده شرف اتمناه يا رب بس يتقبلها يا رب. خدت الطاقيه؟ جبتش الطواقي والله لسه جبتش الطواقي النهارده ما جبتش الطواقي لسه القهوه الجايه ان شاء الله. طيب الاول انا زعلان منك طبعا يعني. ليه؟ يعني انت تعمل احتفاليه للزمالك وانا ما اجيش فيها وانا راجل واخد دوري وكاس. واخد دوري وكاس يا تيجان. ايه ده ازاي؟ واخد دوري وكاس. بيراميدز كاس. بيراميدز انت ناسي دوري. لا ايه ده؟ انا المفروض حلقه لوحدي. دوري وكاس. بس خلاص في حلقه لوحدي. دوري لوحدي. لا استنى عندنا دي بقول لك انا كنت مركز في الفتره اللي قبل الحج ده. مركز في الترتيبات بس. وثانيا الزمالك الزمالك هيحتفل هم 48 ساعه. تخيل بقى 48 ساعه احتفالات. الناس ماشيين الزمالكاوي يقول لك يا ريتنا ما خدنا الدوري. هو في ايه؟ الناس مستوعبه. ما الناس بتقول لك يا ريت ما خدنا الدوري. هو في كده يعني المفروض انت خدت دوري من ثاني يوم بتحدد السنه الجايه ايه ولا حاجه. انت ممكن تقول لي حد يقول لي مين مدرب الزمالك الجديد او مدرب الزمالك مين؟ انا ما اعرفش. انت تعرف؟ لا ما اعرفش. مش الكابتن معتمد؟ هو جايز وجايز
جاي هو يمكن الكابتن معتمد نفسه مش عارف. لحد الحلقه اللي انا اتشرفت انه كان موجود فيها هو ما كانش عارف. هي ما دي لحد دلوقتي 48 ساعه لحد دلوقتي يعني دلوقتي بص يا عمرو، ولا حد قال له انت هتعمل ايه، ولا تقرير، ولا قاعد، ولا ماشي، ولا القرار بتاعهم ماشي، لكن انت طب ايه الخطه بتاعتك اللي هتعملها صح. بعد انت واخد دوري؟ مفيش. معسكرك، افكارك، ترتيباتك، هو كمدرب مش عارف قاعد ولا مش قاعد. طب ده كلام. انت ينفع؟ انت المفروض خلاص خد القرار، ما بقولكش يقعد اجباري، بس انت خد القرار. محدش عارف، والكابتن معتمد مش عارف. نرجع لمصدق. صلاح مصدق، هو مش مصدق ان هو اللي هو فيه، مش مصدق بجد. هو الراجل كان بيتكلم في 40,000 دولار 40,000 دولار يبقى 800. هو في كده؟ في كده 18 صفقه بتوع الزمالك. انا بقصد في كلامي بس عشان الناس زعلانه. لو يا كابتن اسامه لو رجعتهم هتلاقي مثلا 15 منهم يعني خلصوا كده تكاسل، اهمال، اصل مش عارف ايه، اصل يخبط دماغه، اصل لا. القصه دلوقتي الفيفا مع المدرب ومع اللعيب. وبعدين انت لعيب بره لعيب يعني هل يقول لك بنادي الزمالك ان كل يوم تصحى تلاقي قضيه وبعدين الاقي اعضاء مجلس الاداره يطلعوا يقول لك ايه ما الاهلي طيرهم ال 6 مليون دول في 2 مدربين. يا عم مالكش دعوه. انت مالك؟ انت الراجل ده معاه فلوس براحته. انت احسبها. التفاصيل دي صغيره. معظم الصفقات دي يعني الزمالك ما يستحقش كده، ما يستحقش ان انت كل يوم. يا كابتن اسماعيل اتفضل. كلام معلش. صلاح مصدق انا عندي اعتراض على مشيانه اساسا، لان في مكان في نقص عندنا سيرد باك، وهو لما جاله الوداد ب 200,000 دولار انت ما سبتوش، وبعديها ما صرفتلوش فلوسه ولا مشيته، راح ماشي. طب ما خلاص كان يمشي. انا شايف ان هو كان يقعد ولا في ضمن الخمسه اسامه اللي موجودين. لعيب كويس. لعيب كويس. انا شايف ان هو لعيب كويس. حتى بص يقدر يفيد الناس. حتى لو يمشي، طب ما يمشي اعاره ولا انت تمشيه بمشكله عشان يشتكي وياخد عقده كامل وهكذا. انت لو رجعنا الصفقات دي كلها معظمها كده. ايوه. طب انت دلوقتي انا عايز يعني الناس كلها بتتكلم في نادي الزمالك، ما حدش اي زملكاوي فاهم حاجه. طب هتلعب افريقيا؟ يقول لك هيلعب افريقيا. طب هتجيب صفقات في ايقافات؟ ما فيش ايقافات. لازم يبقى في وضوح. والله العظيم بقول انا لسه حتى كمان كنت بقولها في الانترو. انا صعبان على جمهور الزمالك اللي انت المفروض ان انت وانت بتقابله يكون بيكلمك ايه انه فاز بالدوري وشفته وبتاع واحنا جامدين وبتاع. هو ما بيسالش في كده. هو بيقول لي وانا هلعب افريقيا؟ هو انا موقوف اللعيبه ده والله وانا مش هجيب لعيبه جديده. بص يا حاج ابراهيم الناس هقول الناس بتقابلنا في الشارع يا جماعه هو في ايه؟ هو حرام ان الزمالك ياخد دوري؟ حرام ان احنا نفرح؟ هم طفوا فرحه جمهور الزمالك. واضح كده ان الدوري ده بايد الجمهور. وراجل اسمه جون ادوارد برضه يعني هو مش عارف راسه من رجليه لغايه دلوقتي. انا في يوم من الايام انا قلت لك اهم صفقه للزمالك كانت جون ادوارد. طب حافظوا عليها، اقعدوا بقى وظبطوا، لكن ما حدش فاهم حاجه. يا الدنيا ماشيه كده. انا اللي بطلبه من مجلس الاداره اديني مواعيد. انت الايقافات دي هتعمل فيها ايه؟ موضوع صلاح مصدق هتعمل ايه؟ هتسمي المدرب الجديد امتى؟ هتعمل ايه؟ فاهم الناس. فتره اعدادك. صح. فتره اعدادك لعيب بس في حاجه هو عشان يحدد مجلس الاداره لازم يكون تحت ايديه فلوس عشان يقدر. لا طب ما كاس العالم داخل بقى والناس تعمل. انا بقول لك هو اساس المشكله كلها فلوس. كابتن لا ما عايزوا يجمعوا 800 مليون جمعوا. طيب هو بس مهم جدا ان هو يحدد مدربه، يحدد فتره المعسكر بتاعه، اللعيبه اللي هتيجي بتاعته اللي جاي ايه، اللعيبه ايه. هتعرف تجيب لعيبه ولا مش هتجيب؟ سؤال يعني ايه يحدد مدربه؟ ما هو لحد دلوقتي هو احنا مش عارفين. السؤال بس هو الراجل اللي خد الدوري وكان نهائي في الكونفدراليه ده مش هيكمل؟ ممكن. وانت معاك فلوس تجيب حد ماليش دعوه بقى. انا بكلمك دلوقتي. طب ما تقول له طمنه. لا مكافاه الراجل ده يقعد يعني لا مش ده الموضوع. يا بص يا كابتن اسامه انا بقول لك ايه، ان لغايه دلوقتي هو كمدرب مش عارف قاعد ولا لا، وعماله تجي له عروض. لا ما هو لا انت ما خدتش بالك من كابتن اسامه. هو كابتن اسامه بيقول سؤال استنكاري اللي هو انتوا يا جماعه لحد دلوقتي ممكن تكونوا بتفكروا ان انتوا تمشوا الراجل؟ ممكن. فعلا بيفكر. بالنسبه لي هو مش سهل قوي. ممكن. بجد؟ طبعا بجد طبعا. والله. لا احنا قلنا يمشي يا ابراهيم. يعني احنا لما قعدنا فاكر انت يمشي. عمل السوكسي وعمل البطوله وعمل الانجاز ويمشي يستريح من الضغوط. هو عنده ضغوط مش عارفها لحد دلوقتي. طب احنا كلامنا ممكن نروح لفاصل ونرجع نكمل. روح يلا بينا.
طيب رجعنا لحضراتكم مره ثانيه ولسه مستمرين معاكم في قهوتنا وفي قعدتنا الكرويه اللطيفه جدا مع نجومنا. طيب كابتن مصطفى، خلينا بقى نتحول لمنتخب مصر. احنا عندنا ان شاء الله باذن الله مباراه امام منتخب البرازيل، مباراه اعداديه. بس قبل ما نخش كنت عاوز اختم حاجه بس بالنسبه للنادي الاهلي. اتفضل يا فندم. النادي الاهلي يمكن احنا عندنا ميزه، انا بتكلم عن النادي بتاعي اللي انا اتربيت فيه وعايش وعارف ايه اللي بيدري فيه. النادي الاهلي لما بيحس ان في حاجه خطا يعمل ستوب وبيبدا يغير من جلده. فبرضه يمكن اسماعيل قال كلمه ان لما وليد مشي، وليد سليمان مشي، ووليد صلاح الدين مشي وبتاع، ومحمد يوسف والكلام ده كله، ده زي ما انتم بتقولوا ده بالنسبه لهم النادي مفتوح ليهم. زي محمد شوقي ما مشي وعماد النحاس ليهم مكان برضه موجودين هيبقى في وقت من الاوقات. انما النادي الاهلي اللي عنده الميزه بقى اللي هي في النادي الاهلي صحيح كده. انا شايف طبعا اخبار نادي الزمالك من الخضري واسامه واسماعيل ان بيسيبوا الحاجات تتراكم عندهم وبعد كده بيبدوا يقعدوا يفكروا هنعمل ايه. انما النادي الاهلي انا بقول لك دي من الحاجات الميزه اللي عندنا، ان بيعرف الخطا فين وبسرعه. الخطيب جه وقال لك يبقى ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ موجودين ويقدروا يعملوا كذا 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 كذا، وقدروا في فتره بسيطه مش فتره طويله، فتره صغيره جدا قدروا ان يحطوا ايديهم على كل حاجه. وانا بقول لك الحاجه الكويسه اللي اتعملت ودي كانت ممكن تعمل مشكله اللي هو الكابوس. ايه الكابوس؟ التروب. ده كان كابوس حتى الجماهير النادي الاهلي. فانهم نجحوا ويقدروا بالراحه وبهدوء والكلام ده كله وتعلموا بقى وشافوا قدامهم نادي الزمالك المشاكل اللي كانت موجوده عنده دي بالنسبه للفلوس دي كلها. فالنادي الاهلي معاه فلوس انما خلاص بقى يعني الفلوس دي انا هصرفها بقى على حاجات. كابتن مصطفى النادي الاهلي معهوش فلوس. لا انا اقصد ايه ان هو يعني الفلوس والله يعني انا بقول لك معلومه، النادي الاهلي الموضوع مش زي ما الناس ما متخيله. القصه ما فيهاش وفره في الفلوس. بيعرف يجيب فلوس يا ابراهيم. بيعرف. ايوه برافو عليك. يعني انا مثلا هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه، انا ما اعرفش هل احمد حسام عوض في شركه الكوره ده بيسحر ولا ده بيعمل ده شاطر بسم الله ما شاء الله. شاطر ومعاه براند النادي الاهلي. انا نفسي اسال احمد حسام عوض انت بتعمل ايه علشان يجيب هذا الكم من الرعايات؟ هو بيعرف باسم النادي الاهلي. بس السنه دي صعبه على النادي الاهلي. يعني يا كابتن مصطفى هي نسبه وتناسب. أيوة. هي نسبه وتناسب. انت دلوقتي حضرتك بتيجي تقول لي ايه؟ انا تيشيرت الاهلي هشوفه في دوري ابطال افريقيا وطالع من دوري ابطال افريقيا رايح على كاس العالم للانديه، التيشيرت القيمه بتعلى، القيمه التسويقيه. صح. سيبك احنا كده خلاص كلنا متفقين ان النادي الاهلي قيمته كبيره جدا جدا تاريخيا، بس القيمه التسويقيه هي اللي بتخليني ايه؟ اعرف ابيع حته هنا زياده وارفع الرقم هنا زياده. مفيش شك طبعا. لكن انا اكون بعمل الموسم ده موسم سيء جدا 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 صفر تقريبا طبعا. وانا كشركه لا هو كسب السوبر في بدايه ايوه بس يعني مش ده امل الاهلي. وانا كشركه كوره مش بس يا كابتن مصطفى بجيب بنفس الاسعار، لا ده انا بعلي وبجيب باسعار كبيره. ده ساحر. احمد حسام عوض ده ساحر. انا معاك. فعشان كده انا بقول لك هي دي ميزه النادي الاهلي اللي بيعرف الخطا بتاعه فين، ما بيخليش فيه تراكمات عنده. فيبدا يخلص بسرعه اللي هو طبعا نجح ياسين وسيد، وهفضل اكررها لان هي كانت عندهم مشكله كبيره قوي في المدرب دي. هيستنوا لحد اخر يونيو لحد ما الراجل كان يقول لهم انا ما اعرفش بقى كان بيعاند ولا ايه. انما نرجع ونقول ان اسم النادي الاهلي بيساعد اي حد. صحيح. المنتخب هنعمل ايه قدام البرازيل؟ البرازيل انا متفائل جدا ان حسام حسن عشان تبقى عارف، ويمكن انا قلتها معاك هنا كذا مره، قلت لك ان حسام حسن هيعمل حاجه. الناس تقول لك اصل حسام محظوظ، ما هو الكره ايه؟ ما حظ. ممكن يبقى مدرب جامد بس ما عندوش توفيق. حسام حسن دلوقتي الحمد لله في ميزتين، مدرب جامد والحمد لله من المدربين اللي عندهم توفيق. دي حاجه كويسه. حسام عمل حاجه كويسه قوي الناس مش واخده بالها منها. حسام قدر يقرب اللعيبه منه كويس قوي. اللعيب اهو كباتن اهي كبيره اهي. اللعيب لما بيحس ان المدرب انا عايز المدرب ده، اللعيب بيطلع كل اللي جوه في الملعب. حسام نجح في الحته دي، وانا بقول لك بكره احتمال يعني الماتش ده ان شاء الرحمن درون تعادل مع البرازيل. مع البرازيل. دي فرقه مرعبه قوي والله ابدا. انت احنا عندنا فرقتنا كويسه يا ابراهيم. طيب يا رب انا اتمنى ان شاء الرحمن. انا ما عندي اصلا انا بخش الماتشات الوديه ديت
ما بيفرقش معايا بصراحه النتيجه، لان انا بيفرق معايا ان انا عامل اعداد قوي، انا رايح اقابل فرقه قويه عايز اتكشف، لان انا عايز لو عندي مشاكل ايه دي جرأة فانا عايز اشوف مشاكلي ايه، فانا مش من الناس اللي بتفرق معاها. بس بتفرق معاك النتائج في الماتشات الوديه ولا؟ لا بتدي ثقه طبعا، تدي ثقه لو حققت نتيجه ايجابيه. طب سلبيه لا قدر الله؟ برضه ليها اثر والله. طبعا طبعا. لكن انا متفائل بكره، يعني متفائل لحسام، نفس تفاؤلي مع مباراه اسبانيا. يعني انا شايف ان حسام بيقدر يلعب الماتشات الكبيره بطريقه لعب تتناسب مع المباريات الكبيره. كويس. وحسب امكانيات لعيبته وامكانيات لعيبته، يعني بكره ممكن تلاقي حمدي فتحي ليبرو واثنين سردباكات. الله. ده غالبا ده ليبرو قدام الاستوبارين. لا ورا خصوصا ان هو هيلعب بنسبه كبيره محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، ووراهم حمدي فتحي. ولازم محمد عبد المنعم لو لعب لازم يبقى فيه 3-4-3 كده. فتوح هنكمل بقى بقيه التشكيل. فتوح وهاني، امام، مروان، ماشي، والثلاثه الجامدين بتوعنا صلاح تريزيجيه، مرموش. مين اللي هيلعب راس حربه فيهم؟ مرموش. انا شايف ان ممكن يعمل نتيجه كويسه جدا بالتشكيله دي. بالتشكيله دي. طب كابتن اسامه؟ هو طبعا الكابتن حسام اعتاد ان هو يبقى منظم اخر ايامه. زمان لما كان بيطلع انتوا بتدافعوا ليه؟ كان بيطلع كده، كنا بنسمعه احنا ايام كوبر يقول لك انتوا بتدافعوا ليه؟ انتوا بتقفوا ورا كده ليه؟ انا اتخيل ان هو في ماتش اسبانيا ادانا انطباع. انت بتردها له يعني؟ بتردها له وانت على الهوا وانت محلل دلوقتي صح؟ بترد له؟ لا والله الكراسي اتبدلت. ما هي الشغلانه ديت ايه؟ ما هي الشغلانه دي ايه؟ كورتي اوضه وصاله. القعده هنا حلوه. سمسم دلوقتي قاعد هنا، كمان اسبوع هينزل هناك هنقطع فيه احنا عادي. وهيكلمك يقول لك لازم ايه؟ تبقى متقبل. هيكلمك لا مفيش بقى، هو مش هيكلمك انت، هو هيقوم طالع في البتاع، هو مش هيقول بقى، هيقوم طالع يقول لك الناس اللي بتقول في الاستوديوهات قاعدين والتكييف. لا يا ابراهيم لازم تقول له حاجه، اللي انا كنت معاهم. لازم تقول له حاجه يا حسام، تقول الكلام ده اسامه. لا يعني هو ما شاء الله الفتره اللي فاتت بيلعب كل الماتشات الكبيره فعلا بنظام وسيستم. وبكره انت عشان سالت الكابتن اسماعيل سؤال، النتائج بتاثر؟ طبعا والله طبعا، لان دي نتيجه قبل المباراه الرسميه بتاعتك باسبوع ولا حاجه. فانت لازم تطلع بشكل حلو عشان تديك ثقه، لانك مش رايح على مباراه سهله كمان اللي بعديها. يعني مباراه بلجيكا في الافتتاحيه دي مش مباراه سهله. انا اعتقد ان بكره هو هيلعب بنظام وسيستم كويس قوي. انا بشوف ان هو هيبقى اكثر حرصا بكره كمان. ممكن ما يبقاش امام، وممكن امام ده يكون واحد من الثلاثه اللي قدام يا ابراهيم. يعني ممكن يكون هو حريص قوي بكره. طب يلا قول لي كده الطريقه. ممكن يشتغل هو زي ما كابتن اسماعيل قال بمنعم وحمدي فتحي وياسر ابراهيم، او ممكن يدي منعم كمان شويه ويبدا برامي ربيعه، على اعتبار ان دول اللي خدوا اكبر فترات معاه. ماشي. بعدين في نص الملعب هيكون اكثر حرصا، لان هو لو لعب بعمق يا ابراهيم، السرعات بتاعت رافينيا والراجل فينيسيوس دول لو لعبنا بليبرو عامل عمق، يعني معناها ان الاثنين كده واحد في مساحات هتبقى في العمق ده. فهو ممكن يلعب ازاي؟ الامان بتاعه ان هو يلعب بمهند ومروان عطيه، ومن هنا هاني، ومن هنا فتوح. لما نخسر الكوره مش هنعدي نص الملعب 5. ما هو مش هنعدي نص الملعب. ما هو انت عشان تعمل نتيجه شكلها كويس لازم يبقى عندك امان وطمانينه في مجموعه اللعيبه. لازم تقفل الملعب. اللو بلوك والهاي بلوك والميديم. وبعدين يا كابتن محتاج تركيز زياده على اللزوم قوي. عندك الكونتر اتاك صح، اللعيبه التكتيكيه عندك لعيبه مؤهله كده. لو انت عايز تستغل امام عاشور صلاح ومرموش وامام عاشور يا كابتن، يعني في الثلاثه بالنسبه لي انا. بس انا شاري من عند الكابتن اسامه. مش عايز تشتري من عنده؟ لا خالص. ليه؟ مش هنوصل نص الملعب لو لعبنا كده. هل انا قدام البرازيل بالظبط، هل انا قدام البرازيل عايز اعدي نص الملعب طول الوقت؟ طبعا. ولا لا انا اكمل بيت الجمله طول الوقت، ولا في مراحل من المباراه هتجرأ واروح بواحده؟ انا بلعب مباراه البرازيل بكره ليه؟ تجربه لايه؟ عشان كاس العالم. مباراه ايه؟ بلجيكا. فلازم هيبقى فيه، لازم هاجم في بعض الفترات في المباراه، مش هدافع طول الوقت. ايوه يا كابتن، ما انا مش مختلف معاك اهو، ما انا قلت لك هو اللي هنلعب بيها دي يبقى احنا مش هنعدي نص الملعب. مصر وتعتمد بقى على صلاح بكوره، على مرموش بكوره. الامان والطمانينه يعني هيبقى 3 بس. طيب الامان والطمانينه هتخليك تهاجم ب5 وتدافع ب5.
مين هم الخمسه اللي هاجمهم؟ ماشي. لو احنا اعتبرنا ان هاني ده وفتوح هيزيدوا مع صلاح ومرموش وامام، ادي الخمسه. ماشي. والخمسه بتوع الامان اللي هم 2 مهند لاشين ومروان عطيه بينزلوا بتوع خط الظهر. فانت هتروح تهاجم البرازيل باكتر من 5، يبقى احنا بنضحك على بعض. هو هاني مش هيطلع ولا فتوح لان فينيسيوس طبعا. ما تيجي نسال سؤال، يا كابتن مصطفى. يا استاذ ابراهيم، احنا بنتكلم لا طب ما انا في الكوره، ده كوره. ما تيجي نستحضر روح كابتن حسن شحاته لما كنا بنلعب البرازيل معاهم اشاوسهم، معانا اشاوسنا وبنلعبهم. مش كنا تقريبا بنلعب برضه 5؟ انت في فتره تفوقت على البرازيل فيها. صح، كنا بنلعب 5 صح؟ 5-3-2. طب هو احنا ما ينفعش كانت مين في الملعب ال11 اللي انا معاك، بس انت عندك لعيبه دلوقتي، بس دلوقتي عندك يا تجاري في بس مش بنفس في اقدر على التحولات. في تحولات هو في اكثر من المباراه دي تلعبها فيها اكثر من تكتيك فيها. اولا انت بتلعب او هتلعب المباراه بتاعت كاس العالم، مش هتلعب مفتوح، لازم ده المساحات. انا شايف كده كلها، انا شايف كده بصراحه. وبعدين العب بقى على الكونتر اتاك، جه ما جاش انت مش خسران. انا شايف كده، انا أأمن نفسي. اروح ايه صح، أأمن نفسي، اقفل كويس، بس مش ب7. اروح هتأمن نفسك مش ب7. والله لو عندي القدره أأمن بال11 واطلع بال11 هعمل. مش ب2-6. لا مش ب2-6 مش ب2-6. انت اختلافك بس انه نشيل مهند ونحط امام يهاجم ويدافع. كلامكم حلو قوي، عاجبني. بس مش لا، كلامكم حلو. كلام الكابتن مصطفى قال لك ايه؟ نأمن ونعمل كده. احنا كنا بنعمل كده من 8 سنين. ايوه 2018 في كاس العالم من 8 سنين. الناس مش واخده بالها، بس في نقطه. احنا في المجموعه بتاعتنا كلها بنشرف ان احنا عندنا كابتن اسامه نبيه وكابتن فايز كانوا موجودين في كاس العالم. اخر جيل راح كاس عالم كان مع كابتن اسامه نبيه وكابتن محمود فايز وكان مستر هيكتور كوبر، وعندنا الكابتن اسماعيل يوسف بسم الله ما شاء الله من نجومنا برضو اللي كانوا موجودين في كاس العالم. فاحنا يعني الحمد لله عندنا ناس جامده في موندياليين يعني. عشان كده يا ابراهيم لازم اللي هو الناس نسيت لك اللي فات كله، فاكره لك اللقطه الاخيره دي. ده سينيسيو 2018 مونديالي برضه تاني. ايوه خد بالك 2 مونديال شباب بتبقى تقيله برضه يعني. ماشي. انت لازم توفق او تخفض بحسب يعني، سيبك من اللي فات ده. ماشي. يعني بكلمك في الامان والطمانينه، ان انت لازم تبقى مقدر. خد بالك المفاجآت امبارح لو احنا كلنا تابعنا. انت كنت بتقول الكلام ده حلو بس ايه؟ كنت بتقول كلامنا حلو بس ايه؟ كمل بقى. ما كملتش. كلامكم حلو، لان احنا من دلوقتي في 2026 بقينا لازم نبقى مأمنين الفرقه بشكل كويس، منظمين الفرقه بشكل كويس، ونقدر نعمل واحده تحول ولا 2. هو ده اللي احنا كنا بنعمله من 8 سنين. عايز يقول لنا كان لسه بتعايرنا. ايوه بس كده. عايز يقول لنا بالظبط كده. لا والله عايز يقول يعني انا كنت معاهم في روسيا. ايوه عايز يقول يعني انتوا دلوقتي. ايوه بص من الاخر يعني هو عمال بيبص، عشان كده انا لقط الحوار يعني. قال يعني انتوا عايزين تقولوا في 26 نأمن ونلعب الكوره. خلاص يا عم، واحنا كنا بنعمل كده في 18. خلص مع حسام حسن وجالنا احنا. ايوه واحنا كنا في 2018 وانت يا ابراهيم كنت بتطلع. هو عايز يقول لك وانت يا ابراهيم كنت بتطلع تقول عايزين نلعب كوره، عايزين نطلع لقدام. يا ابراهيم 26 نغير بقى 8 سنين نغير، نلعب بقى مفتوحين. لا معلش مفتوحين مش هنغير والله. نتبسط. لا احنا مش هنعمل كده. احنا هنروح لفاصل ونرجع نشوف الموضوع. استاذ ابراهيم، طيب خلينا نعرف برضه وجهه نظرك في ماتش البرازيل ايه؟ يعني ما بص انا شايف انه مبدئيا حسام حسن جريء قوي في الموافقه على انه يلعب مع البرازيل في التوقيت ده. ايوه يعني ان انت تلعب ماتش تقيل قوي بحجم البرازيل قبل 5 ايام من افتتاحك للبطوله، دي شجاعه يحيى عليها. صح. لكن خلينا نبص على سيناريوهين ودول اللي لازم نبقى جاهزين بيهم. مبدئيا انا متاكد تماما ان احنا هنعمل مباراه كبيره، لانه مع حسام حسن انت بتلعب بتون فوق 9 من 10. الروح القتاليه والتركيز في الملعب تقريبا مش مسبوقه قبل كده. رقم 2 المناخ بتاع الفرقه نفسه من جوه جدا. وشوف واحد زي محمد صلاح قال لك ده افضل معسكر انا جيته مع المنتخب. هم قادرين حسام وابراهيم يخلقوا جو جوه الفرقه بروح هايله جدا، وزي ما الكابتن مصطفى قال قربوا اللعيبه منهم قوي، فبقت المساله فيها روح عاليه قوي كفرقه. العامل النفسي والعامل الذهني ده هيكون عالي حتى على الناحيه التكتيكيه. مهما اجتهدت ومهما تخيلت من سيناريوهات تكتيكيه، الاداء بالحماسه العاليه هتكون هي الاعلى. المباراه هتمشي ازاي؟ انا فشايف انه الاقرب انه حسام هيعملها على سيناريوهين 3.
مش هيتهور ابدا. انت بتتكلم على انه هاني وفتوح ممكن يهاجموا، هاني وفتوح هيبقى محتاجين ناس تدافع معاهم كمان، يعني ناس تساعدهم. احتمال انا واسامه نروح والله الله يكون في عونهم. فانت انا مش قلقان على الروح العاليه، مش قلقان على التنظيم في الملعب، مش قلقان على الاداء بشكل عام، لكن النتيجه لما تلعب مباراه مع البرازيل وهي دايسه جامد قبل كاس العالم، لازم نجهز بسيناريوهين. لو لا قدر الله حصلت نتيجه ايجابيه دماغنا ما تتقلش، لان احنا هنبقى خدنا كاس العالم قبل ما تبدا، ودي نقطه مهمه جدا. هنبالغ قوي قوي ان احنا هنطيح في كل خلق الله. ولو لا قدر الله طلعت نتيجه سلبيه خايف من الاحباط، ولذلك احنا لازم ننزل على الارض، لازم نتعامل مع مباراه زي كده ان مباراه تجريبيه قبل البطوله ما تبدا. ايوه احنا هنجرب سيناريوهات فيها، هنجرب لعيبه فيها، هنجرب اكتر من رسم تكتيكي، لكن في النهايه احنا مش بنلعب مباراه رسميه. لاحظ انه كل الفرق الصغيره في الماتشات الاعداديه كسبت لان بتلعب بتون عالي قوي في مواجهه ناس بتلعب يعني بتجرب لسه قبل البطوله. فانت بتلعب بليفل ذهني ونفسي عالي جدا في مواجهه ناس. انت تعادلت مع اسبانيا، انت كسبت روسيا، انت ممكن تعمل نتيجه كويسه مع البرازيل، لكن الاهم بالنسبه لي بلجيكا وايران ثم ايران ثم ايران. طيب الكلام اللي بيقوله الاستاذ ابراهيم مهم قوي، الحته الناحيه النفسيه والقتاليه واللي تقريبا هي مطمنه ناس كتير جدا جدا، لانه اللي احنا شفناه في ماتش اسبانيا شفنا في فنيات وشفنا لعيبه بتبذل مجهود كبير جدا جدا، فخلينا نبقى شويه عارفين ان المنتخب مش هيبقى لقمه سهله في الماتشات اللي شبه كده. لكن انت بتتكلم، انا بعت لي دلوقتي التشكيله بتاعت البرازيل، لا يعني ياما طبعا هي ستار. يعني انا مش يعني مش عارف، انا لو انا دلوقتي لعيب هلعب انا بقى ماتش بكره ده انت قلقت وجاي عليا بقى فينيسيوس وجاي عليا الاشاوس دول بقى هنعمل ايه يعني؟ طيب مش عارف هتصور سيلفي معاهم؟ لا يعني لا هي النتائج في والله يعني ده هتفرق طبعا، هتفرق طبعا. طب والاداء برضه يفرق. طب ما انت كنت في فار تكسب فرنسا، العراق بيتعادل مع اسبانيا، انت العب لعبك، لكن انت الجزائر كسبت هولندا. ايوه الاداء بتاع بقى اسبانيا وروسيا اللعيبه ورا، لا الناس حتى العب ما تخافش. ايه المشكله؟ وانت هتكمل على فكره. انت يعني ما كابتن حسام في افريقيا وصل لابعد مدى، مع ماتش اسبانيا اتعادل. يعني هي الكوره ما بتمشي خلاص بتمشي. أيوة. وانا بقول لك ان شاء الله نوصل دور الثمانيه كمان هتشوف. يعني لا 8 دي بعيده قوي. لا ما عارف 8 دي يعني احنا عندنا مجموعات لعبنا 32 4 ماتشات لعبنا 16 عديت الثلاث ماتشات في المجموعه. يعني لا هو انت عديت المجموعات، عديت الثلاث ماتشات وبعدين رحت معدي ال 32 وبعدين قابلت هنا في عفريت قابلته في ال 16. ماشي انت يعني ما هو بص لعبت 5 ماتشات لعبت 5 ماتشات تمام. انت مبدئيا المجموعات معدي دي يعني باذن الله يعني ان شاء الله. لكن انت بعد كده اعتقد طريق اسهل. والماتشات احنا كميزه منتخب مصر في البطولات المجمعه انت بتزيد ماتش من ماتش بس ده كاس عالم مش بطولات مجمعه افريقيا. اقل حاجه على اللعب اقل حاجه دول 16. فانت العب، ما هو انت البرازيل انت مصر العب، لكن انت ترص اللعيبه والكلام ده سيل الرهبه. ولازم يبقى في ثقافه. انت لو اتغلبت ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هتلعب لعبك بس ما اظنش ان الكابتن حسام يفكر كده. ما اعتقد انا العب كوره وبتاع. انا لو مكانه والله ما العب كوره. وليه؟ والله ما العب كوره. اصل في الاخر ماتش ودي يعني. لا افتح الملعب يعني. انت دي والله ما العب كوره. لا يفتح والله ما العب كوره. لا العب كوره وانتوا تلعبوا عليا بالليل فيلم هندي في البرامج. العب كوره وتفسحوا لي. يعني انا اجي العب كوره واجي مروح بعديها اروح. العب كوره قبل كاس العالم ب5 ايام يطلع ابراهيم فايق يقول لك ما عديناش. لا العب كوره مع البرازيل. لا هنلعب كوره يا ابراهيم. احنا هنلعب كوره كوره. ايوه بس ازاي؟ ما هو في فرق ما بين العب كوره باتزان، يعني انا ابقى راجل محسوب باتزان، انا ابقى راجل مقفل ملعبي كويس وبلعب على تحولات. وفي اوقات انا فيها بعرف كويس ان انا اعمل ريسك، واوقات تانية اعرف اقفل الملعب. ما هو ده الاتزان. لكن انا مش هلعب بقى هيد تو هيد. لا ابراهيم احنا اللعيب المصري تحت الضغوط سواء كبير او صغير لما بتتحرر من الضغوط. يعني انا مثلا اقول لك مثلا الشباب بقله خبراتهم بحكاياتهم بكل الكلام ده لما اتحرروا وعرفوا ان هو اخر مباراه شيلي لازم يكسبوها، فمتحررين بقى ايه اللي هيحصل؟ خسرانين ماتشين قبليها فلازم فتحرر كسب. التحرر
حلو ونلعب كوره اكيد. أيوة. هنلعب كوره بس التحرر برافو عليك يا استاذ، برافو عليك. نسبته ثانيه نسبته ثانيه. انت يا كابتن ابراهيم انا اسف يا كابتن مصطفى، انت لو عملت نتيجه ايجابيه ما اتحررتش انت ليه مع متخيل كوبر؟ انت متخيل لو عملت نتيجه ايجابيه ايوه هتعمل ايه مع بلجيكا؟ هتدخل هيبقى صعب عندك. كابتن حسام اهو اللعيب. لا ده بيرمي على الكابتن اسامه، بيقول له طب انت ما اتحررتش ليه مع كوبر؟ لا ما انا عارف، انا بقول له ده بيرد له اللي قبل الفاصل. لا بص انا اقول لك على حاجه. عشان يعرف حسام ان وراه رجاله. ايوه فاكر اللي انت عملته معايا؟ فاكر اللي انت عملته معايا واحنا في الامارات؟ الله يبارك لك، الله يسترك يا ابراهيم انا اساسي في كاس العالم، انا ما قلتش حاجه خالص. اللعب قدام الفرق الكبيره دي بيطمع. حسام عنده مجموعه من اللاعبين على مستوى عالي جدا. يعني عندك لعيبه بتعمل كونتر اتاك، يعني صلاح مش هقول لك مثلا يعمل 3 4 مرات او 5 مرات كونتر اتاك، لا ممكن يعمل له واحده او 2. مرموش لعب في اكبر انديه في العالم مانشستر سيتي. اذا حسام عنده ناس وزي ما انت بتقول هيلعب بحساب. ايوه مش هيلعب مفتوح، هيضيق المساحات مع الفرقه دي. الفرقه دي لما انت بتلعب بتضيق المساحات معاها بتزهقها. صحيح. فعشان كده كمان الحاجه بقى اللي انا مطمن لها ان بعد ما العراق اتعدت مع اسبانيا، الجزائر كسبت هولندا، كوت ديفوار اللي انت بتكسبها بالاربعه كسبت فرنسا. فدي هتدي ثقه للعيبه. الله، طب ما هو دول لعيبه كبار واحنا لعيبه. ده اللي انا بقوله يا جماعه، ده اللي انا بقوله. ثانيه واحده، هو فرنسا بطلت كاس العالم اللي فات صح كده ولا كان مين؟ الارجنتين الارجنتين واحنا كسبنا الارجنتين. احنا كسبنا فرنسا اللي قبليها. فرنسا بطل العالم. اللي قبليها واحنا كسبنا كوت ديفوار العالم مرتين، يبقى احنا بطل العالم. ما سهله اهي. لا انا متخيل ان شاء الرحمن بكره هيتعمل مباراه كويسه، وحتى لو في اسوأ الظروف هتتغلب واحد مفيش مشكله، انما هتقدم مباراه كويسه قوي وهتبقى ند ببعض السؤال الاخير، من سيكون حارسا لمرمى منتخب مصر في لقاء الغد؟ لان احنا سالنا في كل المراكز. شوبير. مصطفى شوبير. كل الدلائل رايحه ليا. طبعا ماتش مهم جدا بالنسبه له طبعا، يعني دفعه يعني ينفع يلعب هو والشناوي مع بعض يا ريت. لا مش الدرجات يا جماعه، لا والله. هنغير بقى القوانين ولا ايه؟ الماتش هيفرق مع مصطفى شوبير. الماتش ده مهم جدا جدا، مش بس لمصطفى شوبير ولحراسه المرمى ولمنتخبنا الوطني. انا فاكر كويس جدا جدا انتوا عملتوا كده. اول ظهور للشناوي كان في المعسكر الاخير حصل وقت كاس العالم 2018 قدام البرتغال بالظبط كده. اخذ الثقه، كمل، لعب ماتش باراجواي، كان نجم اللقاء، نجم اللقاء. صحيح. فان شاء الله باذن الله نتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق، ولمصطفى شوبير والشناوي وكل نجومنا ان شاء الله باذن الله التوفيق. كابتن انا بشكركم شكرا جزيلا. كتر خيرك يا ملك الشياكه، ربنا يخليك. اشكرك يا مجري يا كابتن مصطفى، واشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. استاذ ابراهيم اشكرك شكرا جزيلا يا حاج، والحمد لله على السلامه. الله يسترك يا رب. عند عينيا الاثنين. كابتن اسماعيل بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. كابتن اسامه بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. استاذ احمد اشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. عمو حسن متشكرين يا عمو حسن حبيبي يا حاج ابراهيم، ما تحرمش منك يا عمو حسن. والنبي من بقك زي العسل، والنبي عسل. لا اله الا الله. توقعاتهم ايه بكره؟ لا ما انا قلت في اول حلقه. مش احنا قلنا ولا احنا كنا بنتكلم عن كاس العالم؟ لا كاس العالم ماتش. طب صح البلجيكا. طب كاس العالم ان شاء الله هنفوز على بكره البرازيل. بكره ان شاء الله تعادل باذن الله. الله يسترك. تعادل برضه. الله يسترك. حلقتنا خلصت. سلام عليكم. عم حسن غير رايه. تعادل.